بقع الدم لأول مرة في التاريخ تتصور بالقمر الصناعي من كتر الاعتداءات اللي بتحصل من قوات الدعم السريع على مدنيين الفاشر، ويجي طيران مجهول الله يبارك له يقصف كل المعتدين ويرجعهم عن كل التقدمات اللي عملوها. قوات الدعم السريع المنشقة عن القوات المسلحة السودانية بتحاول تسيطر على اقليم دارفور بالكامل، واخر مدينة متبقية في اقليم دارفور هي مدينة الفاشر، واللي الدعم السريع بدأ يحاصرها من شهر 5 2024 لحد النهاردة. اكتر من سنة ونص الدعم السريع بيضرب الفاشر بالمدفعية والقذايف وبيقطع عنهم كل الامدادات، تجويع وتعطيش، لغاية لما بالفعل مدينة الفاشر وقعت تحت سيطرة الدعم السريع في اكتوبر 2025. اللي بيحصل في مدنيين الفاشر اكتر من ربع مليون بني ادم لا يقل خالص عن اللي بيحصل في القطاع. دول بيتجوعوا ودول بيتجوعوا برضه، وبتحصل اعتداءات بالالاف. اي حد فيكم دلوقتي يقدر يخش على جوجل ايرث ويشوف الموضوع ده بنفسه، هيشوف الضحايا والبني ادمين وهم نايمين على الطرق، ويظهروا الطيران المجهول ولاد الحلال احنا مش عارفين دول جنسيتهم ايه، يجوا يضربوا مواقع الدعم السريع ويرجعوا كل تقدماتهم في مدينة الفاشر. ويطلع حميدتي قائد الدعم السريع ويتهم مصر بان مصر بتتدخل في الحرب، وان هي بتدعم القوات المسلحة السودانية، وان هي قدرت ان هي تقصف كل الجنود قوات الدعم السريع في المدينه، وان هي تخسرهم كل الادفانتج اللي هم خدوه في الارض. الحمد لله ولاد الحلال كتير. احنا لو شفنا تقارير الامم المتحده عن اللي بيحصل، احنا بس مش بيحصل اعتداءات على المدنيين اللي بيدخلوا امدادات ومساعدات للناس عشان تاكل وتشرب، لا ده بيحصل اعتداءات على المستشفيات، بيحصل اعتداءات على المخيمات والناس اللي جوه الخيم اللي مالهمش ذنب. ولسه القتال محتدم وجديد بين قوات الدعم السريع وبين القوات المسلحه السودانيه. حميد طلع قبل كده وهدد وقال ان لو مصر اتدخلت وقصفت الدعم السريع هو يقدر يقصف المطارات المصريه. هل دلوقتي بعد اتهامه لمصر هل هيقدر ان هو يقصف المطارات المصريه وينفذ وعده ولا لا؟ ما هو زي ما حصل قبل كده والطيران المجهول قصف مواقع الدعم السريع، وبتحصل لتاني مره هتحصل تالت مره ورابع مره. كل الدعم لاهالينا واخواتنا في السودان، ربنا يرحم كل اللي توفى. كل الدعم للقوات المسلحه السودانيه، وان شاء الله ينصرهم على كل المعتدين. وكان معكم حوار سكريبت مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.